اها يجوني هنا خير، يجوني هنا. خدامين بزاف ما تلقاوش الاجر تاعهم المردوديه المستحقات. المشاكل تاع المدمجين قاعدين يشوفوا معها باستهتار. درك 9 شهور طولت بزاف. سي بون نطلبوا من المسؤولين يشوفوا معها بشكل جدي برك ويريقلوا لنا هذه لافير تاعنا وخلاص. نحن درك شهرين ولا لا شهريه لا روندمون لا حقوق لا حتى حاجه تثبت عنا وزيد لا ماتريال لا والو، كلش حابس علينا. انا راني شوفير تاع رفع القمامه نظافه. للان درك عندنا عام وحنا نخدموا بالكماين تاع القرافي والرمل، ماهيش تاع الكماين المخصصين تاع البوباله. ارتئينا يعني بان نخرجوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه مطالبه بالحقوق المتراكمه التي يسعى لها العامل البلدي، من بينها كما نقولوا حنايا الشهريه المردوديه، طبيب العمل، لباس العمل. كاين هناك كما قلنا ناس مدات الشهريه تاعها للسنه ما وكلتش ولادها. كاين ناس الدخول الاجتماعي الابواب مازالوا ما سلكوش. هذا هو الشيء اللي خلانا نخرجوا نطالبوا بحقنا، وقد اتصلنا بجميع السلطات المعنيه، راسلناهم يقوموا يعني يهضروا معنا ويفهمونا على هذا المشكل هذا. لماذا؟ ما ذنبنا نحن العمال يعني في خضم هذا الصراع السياسي أن ننتظر هذا الانتظار الطويل الذي طال، وهذه المشاكل التي يعني قاعده غير تتكدس. كما ندعو جميع السلطات للاستماع لهذه المطالب المشروعه التي اقرها رئيس الجمهوريه في المراسيم وفي القوانين في الجريده الرسميه، ان ينظر الى حاله العامل البسيط الذي اصبح يكد ويجتهد من اجل الحصول على لقمه عيشه. يقولوا كاين انسداد في البلديه، هذا هو السبب اللي ما خلاش الامور هذه تمشي. نحن نطلب من السيد والي الولايه تتدخل باش تلقى لنا حل وتفك المشكل للعمال، لانه معظم العمال راهم عندهم كريدي في الحوانت. العمال راهم ضحايا في هذا الصراع. هناك حتى عمال راهم عندهم دي كريدي في الحوانت حتى 3 ملايين و4 ملايين، وعندنا دخول اجتماعي دخول مدرسي. العامل هذا مين راح يجيب باش يشتري الادوات المدرسيه والالبسه والولادو؟ نلتمس من الواليه تتدخل عاجلا لايجاد حل جذري لهذه المشاكل في بلديه الحروش. هذا الانسداد نجم عنه عده عوامل. اولا عدم تقاضي المردوديه، عدم تقاضي الاجر لمده شهرين، عدم توفر الوسائل، عدم تحرك عجله التنميه داخل البلديه. كذلك عمال المدمجين مؤخرا لم يتقاضوا اجرهم منذ 9 اشهر، فما ذنب هؤلاء العمال البسطاء؟ كذلك وجود ديون على عاتق هؤلاء العمال، منها فاتورة الكهرباء، كذلك أضحية العيد. الموظفين هادو ما قدروش يسدوا مام با أضحية العيد. ثالثا نحن في مرحلة الدخول الاجتماعي، فكيف لك أن تتصور أن هذا الموظف أو العامل البسيط أنه يمكنه اقتناء أدوات أبنائه من مآزر وكراريس وكتب؟ كذلك توجد نقطة أخرى، نطلب من السلطات المتمثلة في السيدة والي ولاية سكيكيدا، السيدة رئيس الدائرة، فصل أو النظر، كذلك بدون أن أنسى وسيط الجمهورية. أين دور وسيط الجمهورية في هذا كله؟ لقد تمادوا في هذا الانسداد. نطلب من السلطات فصل السياسة عن الإدارة. نحن نعاني ونعاني ونعاني. كذلك عدم وجود توفر وسائل جميع العمال من ماكينات وألبسة ووسائل حماية. وكذلك نرجو
نرجو من السلطات العليا النظر عاجلا في هذه القضية. لقد طال المدى وبلغ السيل الزبا